بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة خمسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من الوحدة الثانية اللي بعنوان مصر في عصري البطالمة والرومان. بعد ما تسمع الدرس كويس جدا جدا جدا، انزل تحت الفيديو هتلاقيني سايب لك كالعادة رابط أو لينك لأسئلة الدرس. حملها وحلها، وبالتوفيق للجميع بإذن الله. لو عجبك الدرس اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد. يبقى عنوان درسنا النهاردة اسمه مصر في عصري البطالمة والرومان. يعني هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن أحوال مصر كانت عاملة ازاي أيام ما كانت محتلة من البطالمة والرومان. بتقول ايه؟ بقول لك هنتكلم عن أحوال مصر كانت عاملة ازاي أيام ما كانت محتلة من البطالمة والرومان. طيب يا سيدي، مين بقى هم البطالمة ومين هم الرومان؟ تعالوا نجيب الحكاية من البداية عشان نعرف مين هم البطالمة ومين هم الرومان. فاكر عصر الضعف الثالث اللي احنا خدناه في الترم الأولاني، اللي كنا بنقول عليه العصر المتأخر؟ والله ما انت فاكر حاجة. بص، هنتخيل ان انت فاكر عصر الضعف الثالث او العصر المتأخر اللي احنا خدناه في الترم الأولاني. ايه اللي حصل في العصر ده؟ اللي حصل في العصر ده إن مصر بلدنا اتعرضت لاحتلال خارجي من دول كتير. دول كتير قوي احتلتنا، يعني سيطرت علينا. زي مين؟ زي اليونان. وكان قائد اليونان اللي جه احتلنا كان اسمه الإسكندر الأكبر اللي قدامك في الصورة ده، وهنتكلم عنه بعد شوية. طيب، بعد اليونان جم البطالمة. الايه؟ البطالمة. وبالمناسبة البطالمة دول خلفاء الإسكندر الأكبر، يونانيين برضه، بس حكموا مصر بعد الإسكندر الأكبر. وأول واحد فيهم كان اسمه بطلميوس الأول اللي قدامك في الصورة دي. عشان كده سموا الدولة بدولة البطالمة. طيب ماشي. بعد دولة البطالمة بعد ما انتهت وضعفت وسقطت، جه ناس تانية اسمهم الرومان واحتلونا وكانوا بيعاملونا وحش جدا جدا. وبعدين وبعدين ربنا كرمنا قوي، وجه الفتح الإسلامي لمصر سنة 641 ميلادية. خلصنا من ظلم الرومان وبقينا دولة إسلامية. طيب، تعالوا بقى نبدأ الحكاية من البداية، من أول الاحتلال اليوناني. بص يا سيدي، بيقول لك في نهاية عصر الدولة المصرية القديمة، اللي هو العصر المتأخر اللي احنا تخيلنا ان انت لسه فاكره من الترم الأولاني. ايه اللي حصل؟ اتعرضت مصر بلدنا لفترة كبيرة من الضعف، وانتهت باحتلال اليونان لمصر على ايد الاسكندر الاكبر زي ما قلت لك، اللي هو صورته قدامك دي. طيب يا سيدي، مين هو بقى الاسكندر الاكبر؟ الاسكندر الاكبر ده احتل مصر بلدنا سنة 332 قبل الميلاد. ايه 332 قبل الميلاد؟ قبل الميلاد يعني ايه؟ يعني قبل ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام. يعني كل السنوات اللي جت قبل سيدنا عيسى اما يتولد اسمها قبل الميلاد. طيب ماشي. الاسكندر الاكبر ده قائد يوناني حكم مصر هو وخلفائه اللي هم البطالمة اللي انا قلت لك عليهم حوالي 3 قرون. 3 قرون. القرن يعني 100 سنة، يعني حكموا مصر حوالي 300 سنة، من سنة 332 قبل الميلاد لحد سنة 30 قبل الميلاد، يعني كده تقريبا 300 سنة. طيب ماشي. الإسكندر الأكبر من ساعة ما سمع عن مصر وهو خد قرار إنه لازم يسيطر على مصر. طب بما تفسر رغبة الإسكندر الأكبر في السيطرة على مصر؟ ليه كان نفسه ومنع عينه إنه يسيطر على مصر؟ حلم من أحلامه إن كان يسيطر على مصر. ليه؟ قال لك عشان سببين. السبب الأولاني بسبب توسيع إمبراطوريته، عاوز يوسع الدولة بتاعته، بدل ما هي دولة صغيرة لا يضم ليها مصر ودول تانية ويوسع إمبراطوريته، يبقى لتوسيع إمبراطوريته اللي هي دولته يعني. تاني سبب
علشان يوفر الغذاء لجيشه. يعمل ايه؟ يوفر الغذاء لجيشه، لان مصر في الوقت ده كانت اكبر مصدر للقمح في العالم القديم. يبقى لما اقول لك بما تفسر قرر او رغبة الاسكندر الاكبر في السيطرة على مصر، هتقول لي عشان سببين. السبب الاولاني لتوسيع امبراطوريته، اتنين لتوفير او لتأمين الغذاء لجيشه، لأن مصر كانت أكبر مصدر للقمح في العالم القديم. طيب ماشي. تعالى بقى أما أكلمكم عن أعمال الإسكندر الأكبر في مصر. عمل إيه؟ بص يا سيدي، الإسكندر الأكبر ده كان راجل ذكي جدا جدا جدا. شاف أكتر حاجة بيحترمها ويحبها المصريين وبدأ يدخل لهم من ناحيتها. إيه أكتر حاجة كان بيحبها المصريين القدماء وبيقدروها؟ طبعا الديانة المصرية القديمة. عمل إيه؟ أظهر احترامه للديانة المصرية القديمة. طب ليه؟ قال لك لكي يتقبل المصريين حكمه، عشان المصريين يقبلوا حكمه. يجي هنا سؤال يقول لك بما تفسر أظهر الإسكندر الأكبر احترامه للديانة المصرية القديمة، هتقول لكي يتقبل المصريين حكمه. طب عمل إيه؟ إيه الدليل إن هو أظهر احترامه للديانة المصرية القديمة؟ بص يا سيدي، زار معبد الإله آمون. زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. مين الإله آمون ده؟ ده إله من الآلهة اللي كان بيعبدها المصريين القدماء في عصر الدولة الحديثة. زي ما احنا عرفنا كده في درس الحياة الدينية إن المصريين القدماء كان عندهم تعدد في الآلهة. آمون ده بقى كان من ضمن الآلهة اللي كانوا بيعبدوها، وعاملين ليه معبد كبير جدا في واحد سيوة. هو بقى الإسكندر راح زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. السؤال يجي هنا إزاي؟ يقول لك دلل أظهر الإسكندر الأكبر احترامه للديانة المصرية القديمة، هتقول حيث زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. طب عمل إيه كمان يا سيدي؟ خطط لبناء مدينة جديدة اسمها مدينة الإسكندرية. اسمها إيه؟ مدينة الإسكندرية سنة 331 قبل الميلاد. يعني حط التخطيط لمدينة الإسكندرية، وكان التخطيط زي ما أنت شايف كده في الصورة. طب هو ليه عاوز يبني مدينة جديدة ويسميها الإسكندرية؟ قال لك لتكون عاصمة لمصر، وبالمناسبة اتسمت على اسمه. هو اسمه الإسكندر وهي اسمها الإسكندرية، يبقى بنى الإسكندرية لتكون عاصمة لمصر. طب يا سيدي، وبعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الإسكندر الأكبر مات في عز شبابه، مات وهو صغير قوي. توفي الإسكندر الأكبر سنة 323 قبل الميلاد، وبالمناسبة كان عنده حوالي 33 سنة. كان صغير جدا جدا. علشان كده ما كانش عنده ولاد كبيرة في السن تمسك الحكم بعد منه. فتولى بعد منه بطلميوس الأول اللي احنا لسه قايلين عليه من شوية. بطلميوس الايه الأول ده كان شغال قائد في جيش الإسكندر الأكبر. حكم مصر وأسس دولة جديدة سماها على اسمه، اسمها دولة البطالمة. يبقى مين اللي أسس دولة البطالمة؟ بطلميوس الأول. تعالوا بقى اما اكلمكم بعد كده عن حكم البطالمة لمصر. مين هم بقى البطالمة؟ عرفنا بقى البطالمة هم خلفاء الإسكندر الأكبر في مصر. خلفاء الإسكندر الأكبر في مصر. من أشهر حكام البطالمة في مصر؟ كانوا اتنين، أشهرهم اتنين. بطلميوس الأول اللي هو أسس دولة البطالمة، والملكة كليوباترا السابعة. الملكة مين؟ كليوباترا السابعة. دي آخر ملكة من حكام البطالمة اللي حكموا مصر. يبقى أشهر اتنين، أول واحد اللي هو بطلميوس الأول، وآخر ملكة اللي هي الملكة كليوباترا السابعة. تعالوا ما أكلمكم عن أعمال كل واحد فيهم هما الاتنين. نبدأ ببطلميوس الأول. بطلميوس الأول هو اللي أسس دولة البطالمة، ده حتى متسمية على اسم. طب اتنين، استكمل بناء مدينة الإسكندرية كما خطط لها الإسكندر الأكبر. يعني كمل بناء مدينة الإسكندرية أو نفذ التخطيط اللي خططه الإسكندر الأكبر. يبقى بطلميوس الأول عمل حاجتين عندنا: أسس دولة البطالمة واستكمل بناء مدينة الإسكندرية زي ما خطط ليها الإسكندر الأكبر.
طيب ماشي. طب الملكة كليوباترا السابعة حكمت مصر سنة 51 قبل الميلاد. حكمت مصر سنة 51 قبل الميلاد. طيب ماشي. دي كانت آخر من حكم مصر من البطالمة، آخر حكام البطالمة في مصر. طب هو حكمها انتهى ازاي؟ بص يا سيدي، اتهزمت في معركة كبيرة قوي اسمها معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد. معركة أكتيوم البحرية دي كان بين البطالمة بقيادة كليوباترا السابعة، وكانت ضد الرومان، يعني بين البطالمة وبين الرومان. المعركة دي انتهت على ايه؟ او ما النتائج المترتبة على معركة أكتيوم البحرية؟ اسمها ايه؟ أكتيوم البحرية. حاجتين: واحد، انتهت دولة البطالمة في مصر، خلاص ما عادش في حاجة اسمها دولة البطالمة. اتنين، تحولت مصر لولاية رومانية سنة 30 قبل الميلاد. هقولها تاني عشان ده سؤال مهم. ما النتائج المترتبة على معركة أكتيوم البحرية؟ حاجتين: انتهاء دولة البطالمة، وأصبحت مصر ولاية رومانية سنة 30 قبل الميلاد. تعالوا بقى اما اكلمكم احوال مصر تحت حكم البطالمه. احوالنا كانت عامله ازاي ايام ما كانت البطالمه، او ايام ما كانت دوله البطالمه هي اللي بتحكم مصر. اول حاجه هكلمك عنها نظام الحكم. البطالمه كانوا بيحكموا مصر ازاي؟ بص يا سيدي، كان نظام الحكم البطلمي نظاما ملكيا. نظام ايه؟ ملكي. يعني كان بيحكمنا ملك، يعني احنا كنا مملكة. بعد ما الملك يموت ابنه يمسك الحكم بعد منه، زي المملكة العربية السعودية دلوقتي. تمام؟ يبقى كان نظام الحكم البطلمي نظاما ملكيا. طيب ماشي. وكان الملك هو المسؤول عن إدارة شؤون البلاد، وما كانش للمصريين دور في حكم بلادهم، يعني حرمونا من تولي أي منصب من المناصب اللي موجودة في الدولة. عشان كده بنقول نظام حكم البطالمة كان نظام حكم مطلق مستبد. نظام إيه؟ نظام حكم مطلق. مطلق يعني إيه؟ يعني محدش يقول رأيه، ما نشاركش في رأي. ومستبد يعني الكلمة كلمتهم، وكل حاجة يقولوها وإحنا ننفذها. يبقى نظامهم كان نظام ملكي، وكان نظام حكم مطلق مستبد. طيب ماشي. نكلمكم عن الجيش والأسطول. البطالمة أول ما حكموا مصر اهتموا بإنشاء جيش قوي وأسطول قوي. جيش قوي وأسطول قوي عشان يضمنوا تماسك الدولة بتاعتهم، لو حصل أي هجوم من أي دولة تانية يقدروا يصدوه. طيب ماشي. تعالوا بقى اما اكلمكم عن الحياة الاقتصادية في مصر تحت حكم البطالمة. حياة ايه؟ حياة اقتصادية. لما اكلمك عن الحياة الاقتصادية في اي سنة من السنين، يبقى انا بكلمك عن 3 حاجات. ايه هما؟ بكلمك عن الزراعة والصناعة والتجارة. يبقى حياة اقتصادية يعني زراعة ويعني صناعة ويعني تجارة. والزراعة والصناعة والتجارة ايام البطالمة اهتموا بيهم هما ال3 قوي. طيب نبدأ بالزراعة. الدليل إن البطالمة اهتموا بالزراعة. يبقى لما أقول لك دلل اهتم البطالمة بالزراعة هتقول لي ليه؟ أولا هتقول لأن هم قاموا بحفر الترع والقنوات. حفروا إيه؟ ترع وقنوات عشان توصل المية للأراضي الزراعية. يبقى حفر الترع والقنوات. طيب ماشي. اتنين، أدخلوا محاصيل جديدة ما كانتش بتتزرع عندنا. والله طب زي إيه؟ زي العنب والزيتون. العنب والزيتون ما كانش بيتزرع عندنا، اللي جابهم وزرعهم عندنا هم البطالمة. طيب ماشي. عملوا إيه كمان؟ أدخلوا آلات زراعية جديدة. جابوا لنا آلات زراعية جديدة ما كانتش عندنا في مصر، ما كناش بنستخدمها. زي إيه؟ زي الساقية. زي الساقية اللي قدامك دي. طب إيه كمان؟ قال لك استوردوا سلالات جيدة من الحيوانات. جابوا لنا سلالات جيدة من الحيوانات غير الحيوانات الهزيلة والضعيفة اللي موجودة عندنا. هقولها تاني. لما اقول ايه الدليل على اهتمام البطالمه بالزراعه، هتقول لي عشان 4 حاجات: حيث قاموا بحفر الترع والقنوات، ادخلوا محاصيل جديده مثل العنب والزيتون، ادخلوا الات زراعيه جديده زي الساقيه، استوردوا سلالات جديده من الحيوانات.
طب تعالى نتكلم عن الصناعة. زي ما اهتم البطالمة بالزراعة اهتموا كمان بالصناعة. الدليل إن ازدهرت كتير من الصناعات أيام البطالمة. ازدهرت بعض الصناعات في مصر أيام البطالمة، زي صناعة الزيوت زي ما انت شايف كده في الصورة، وصناعة المنسوجات اللي هو القماش يعني، والزجاج والعطور. يبقى أهم الصناعات أيام البطالمة هتقول الزيوت والمنسوجات والزجاج والعطور. زيوت، منسوجات، زجاج، عطور. طيب التجارة، بص يا سيدي، اهتم البطالمة اهتمام كبير قوي بالتجارة. ايه الدليل؟ الدليل ان البطالمة انشأوا منارة الاسكندرية. ما ايه؟ منارة الاسكندرية اللي انت شايفها قدامك في الصورة دي. طب المنارة دي فايدتها ايه؟ عملوها ليه؟ قال لك لإرشاد السفن في البحر. يعني السفينة تبقى ماشية في البحر، تشوفها عن بعد وتروح ناحيتها، وحطوا في آخرها فانوس كبير كده بينور بالليل. يبقى بالنهار هتشوفها وتروح ناحيتها، بالليل هتشوف النور بتاعها وتروح ناحيتها. يبقى لما نقول بما تفسر أنشأ البطالمة منارة الإسكندرية، هتقول لإرشاد السفن في البحر. طب إيه كمان؟ فرضوا الرسوم على التجارة الخارجية. يعني عملوا جمارك على أي تجارة خارجية تعدي بأراضي دولة البطالمة. ماشي يا شباب؟ يبقى لما أقول لك دلل على اهتمام البطالمة بالتجارة، هتقول حيث قاموا به إنشاء منارة الإسكندرية وفرضوا الرسوم على التجارة الخارجية. طيب ماشي. هكلمك بعد كده عن الحياة الثقافية في عهد البطالمة. الحياة الثقافية يعني إيه؟ يعني علم وثقافة ومعرفة وحاجات من دي. بص يا سيدي، بقول لك اهتم البطالمة بالحياة الثقافية اهتمام كبير قوي. الدليل؟ الدليل ان هم عملوا حاجتين مهمين قوي. ايه هم؟ اسسوا مكتبة الاسكندرية وبنوا جامعة الاسكندرية. يبقى لما اقول لك دلل على اهتم البطالمة بالحياة الثقافية، تقول حيث قاموا بتأسيس مكتبة الاسكندرية وبناء جامعة الاسكندرية. طيب ماشي. تعال بقى اما اكلمك عن كل واحدة من الاتنين. مكتبة الإسكندرية ديت كان موجود فيها عدد كبير جدا جدا من الكتب زي ما انت شايف، في مختلف فروع المعرفة. كل حاجة، طب، هندسة، صيدلة، تاريخ، جغرافيا، كل الكتب اللي تتخيلها كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية. طيب ماشي. كانت أكتر المكتبات شهرة في العالم القديم. أكتر مكتبة مشهورة في العالم القديم كله كانت مكتبة الإسكندرية. طب بالنسبة للجامعة، الجامعة برضو كانت بتضم كل العلوم والمعرفة اللي كانت موجودة في الوقت ده. كل العلوم والمعرفة اللي كانت موجودة في العالم في الوقت ده كانت موجودة في جامعة الإسكندرية. طب إيه أهم العلوم اللي كانت موجودة في جامعة الإسكندرية؟ عد معاي. كان موجود فيها رياضيات، اللي عاوز يتعلم رياضيات يجي جامعة الإسكندرية. كان فيها طب، أدب، تاريخ، جغرافيا، فلك. رياضة، طب، أدب، تاريخ، جغرافيا، فلك. فلك يعني إيه؟ يعني زي ما أنت شايف كده، اللي هو علم الأفلاك السماوية أو علم الكواكب والنجوم والحاجات دي. تمام؟ طيب تعال بقى نتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن انهيار حكم دولة البطالمة. دولة البطالمة بعد كده انهارت ووقعت، سقطت، انتهت. طب ايه اسباب انهيار دولة البطالمة؟ بما تفسر تعرضت دولة البطالمة للضعف والانهيار. بص يا سيدي، عشان عدة أسباب. أول سبب زي ما أنت شايف كده في الصورة، ثورات الشعب المصري ضد البطالمة. لأن البطالمة زي ما قلت لك كانوا بيعاملوا الشعب المصري معاملة وحشة قوي، فالشعب طهق وزهق منهم لدرجة إن هو قرب يخلع من هدومه زي ما أنت شايف كده في الصورة. يبقى أول سبب من أسباب سقوط دولة البطالمة ثورات الشعب المصري ضد حكم البطالمة. السبب الثاني، بسبب ضعف ملوك البطالمة بعد حكم بطلميوس الثالث. كل الحكام اللي جم بعد بطلميوس الثالث كانوا حكام ضعاف، ما قدروش يسيطروا على الدولة، ما قدروش يحافظوا على الدولة، فوقعت دولة البطالمة. يبقى تاني سبب ضعف ملوك البطالمة بعد بطلميوس الثالث. السبب الثالث والأخير تدخل روما اللي هي الرومان في شؤون مصر الداخلية. نعيد تاني،
بما تفسر انهيار حكم البطالمة في مصر؟ هتقول عشان 3 أسباب: ثورات الشعب المصري ضد حكم البطالمة، ضعف ملوك البطالمة بعد بطليموس الثالث، تدخل روما في شؤون مصر الداخلية. كده اتكلمنا عن البطالمة. تعالى بقى نحل مجموعة أسئلة على الجزئية دي ونشوف هنعرف ولا لا. لو ما عرفتش رجع الفيديو تاني واسمعه مرة واتنين وتلاتة لحد ما تعرف تحل. السؤال الأول: صح ولا غلط؟ هزمت الملكة كليوباترا السابعة في معركة أكتيوم البحرية. الناس اللي مركزة معاي، فعلا الإجابة صح. أدخلت البطالمة أدوات زراعية جديدة ما كانتش موجودة عندنا مثل الساقية. أيوة فعلا صح. تقرب الإسكندر الأكبر للمصريين فقام بزيارة معبد الكرنك. هو فعلا تقرب للمصريين بس ما راحش معبد الكرنك. امال راح فين؟ الإجابة غلط طبعا، زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. أسس الإسكندر الأكبر دولة البطالمة في مصر. طبعا الإجابة غلط، ده اللي عمل دولة البطالمة في مصر اللي هو بطليموس الأول، اللي كان أحد قوات جيش الإسكندر الأكبر. السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مما بين القوسين: أكتيوم البحرية، منارة الإسكندرية كليوباترا السابعة. من آثار البطالمة في مصر، الآثار اللي سابها لنا البطالمة، أيوة فعلا منارة الإسكندرية. شرع الإسكندر الأكبر في بناء مدينة، شرع يعني بدأ في بناء مدينة، أيوة الإسكندرية. انتصر الرومان على البطالمة في معركة، أيوة أكتيوم البحرية. آخر حكام البطالمة في مصر كانت طبعا الملكة كليوباترا السابعة. اذكر سبب واحد لزيارة الإسكندر الأكبر لمعبد الإله آمون بواحد سيوة. ليه؟ لكلف نفسه وراح زار معبد الإله آمون بواحد سيوة، طبعا لكي يتقبل المصريين حكمه. طب بما تفسر إنشاء منارة الإسكندرية؟ طبعا علشان إرشاد السفن في البحر. كده اتكلمنا عن البطالمة. تعالوا بقى نتكلم عن حكم الرومان لمصر. أول حاجة هنتكلم عليها في حكم الرومان لمصر، هنتكلم عن نظام الحكم زي ما اتكلمنا أيام البطالمة. بص يا سيدي، الرومان حرموا المصريين من الاشتراك في حكم بلادهم تاني زي ما عمل البطالمة بالظبط. البطالمة حرمونا من حكم بلدنا، برضه الرومان حرموا المصريين من الاشتراك في حكم بلادهم. كان نظام حكمهم حكم مطلق مستبد، يعني بالظبط زي حكم البطالمة، حكم مطلق مستبد. مستبد ازاي؟ خضعت مصر، يعني مصر بقت تابعة لإشراف الإمبراطور الروماني مباشرة، فكان هو اللي بيتحكم في كل شؤون مصر. طيب ماشي، تعال نتكلم كده عن الحياة الاقتصادية في مصر أيام الرومان. بص يا سيدي، بيقول لك استغلت روما موارد مصر الاقتصادية لصالحها، يعني كل الحاجات اللي عملتها في الاقتصاد علشان تخدم مصالحها في الزراعة والصناعة والتجارة، كل حاجة عملتها في الثلاثة دول علشان تخدم مصالحها. الدليل في الزراعة عملت ايه؟ اعتبرت الرومان مصر مزرعة قمح، يعني مصر عندها عبارة عن مزرعة قمح، اهتمت بزراعة القمح عشان تزود روما به. يبقى لما أقول لك بما تفسر اهتم الرومان بزراعة القمح في مصر، هنقول لتزويد روما به. طيب يعني احنا بالنسبة لهم يا دوب كنا مزرعة قمح. طب في الصناعة، اهتم الرومان ببعض الصناعات عشان مصلحتهم برضه مش عشان، زي ايه؟ زي صناعة ورق البردي اللي هو قدامك ده، والزيوت والأدوية والزجاج. يبقى صناعة ورق البردي والزيوت والأدوية والزجاج. طب التجارة اهتموا برضه بالتجارة لدرجة إن الإسكندرية بقت أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط. أهم مركز تجاري زي ما أنت شايف كده في الصورة في شرق البحر المتوسط كانت مدينة الإسكندرية. تيجي الأسئلة هنا إزاي؟ يقول لك كانت مدينة نقط أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط أيام الرومان، تقول الإسكندرية. من أهم الصناعات التي اشتهرت في مصر أيام الرومان، تقول ورق البردي والزيوت والأدوية والزجاج. طيب ماشي،
تعالوا بقى أما أكلمكم عن الحياة الثقافية في عهد الرومان، يعني العلم والثقافة والمعرفة. بص يا سيدي، بيقول لك احتلت مدينة الإسكندرية المركز الثاني ثقافيا بعد روما. يعني روما دي كانت أكتر مدينة فيها علم وثقافة في العالم في روما زمان. المدينة اللي بعدها على طول مدينة الإسكندرية في العلوم والثقافة. يبقى احتلت مدينة الإسكندرية المركز الثاني ثقافيا بعد روما. طيب ماشي. الرومان بقى اهتموا بالثقافة في مصر. والله اهتموا بالثقافة في مصر. إيه الدليل؟ الدليل ان هم عملوا كتير من المسارح، زي المسرح الروماني اللي انت شايفه قدامك في الصورة ده، وبالمناسبة لسه موجود لحد النهاردة في محافظة الإسكندرية. يبقى أنشأوا المسارح زي المسرح الروماني. كمان عملوا المعابد زي معبد رأس السوداء اللي قدامك ده. يبقى لما يجي لك سؤال في الامتحان بما تفسر أو دلل اهتم الرومان بالثقافة في مصر، تقول لأنهم أنشأوا المسارح زي المسرح الروماني والمعابد زي معبد رأس السوداء. طيب ماشي. بعد كده تعالى بقى نشوف انهيار حكم الرومان. انهيار حكم الرومان. ايه السبب؟ في اسباب متشابهة قوي ما بين اسباب حكم سقوط دولة الرومان واسباب سقوط دولة البطالمة. اول سبب بسبب معاناة المصريين من الحكم الروماني. زي ما انت شايف كده برضه الناس قربت تطلع من هدومها بسبب المعاملة السيئة جدا من الرومان. يبقى معاناة المصريين من الحكم الروماني. السبب الثاني ظهور المسيحية. ديانة جديدة ظهرت في الوقت ده اللي هي الديانة المسيحية، وعدد كبير من المصريين اعتنقوها، يعني دخلوا الديانة المسيحية. ليه بقى؟ بسبب تعاليمها السمحة ودعوتها للمحبة، مما أدى إلى زيادة الاضطهاد الروماني للمصريين. بدأوا يعذبوا المصريين زي ما أنت شايف كده في الصورة. كانوا بيجيبوا أسود جعانة وبعدين يخلوها تاكل المسيحيين أو تاكل أي حد اعتنق الديانة المسيحية. السبب الثالث ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي لمصر سنة 641 ميلادية. احنا رحبنا ليه بالحكم الإسلامي؟ هنقول للتخلص من حكم الرومان. يبقى أسباب سقوط دولة الرومان كانت ثلاثة: واحد، معاناة المصريين من الحكم الروماني. اثنين، ظهور المسيحية واعتناق المصريين هذا الدين الجديد. ثلاثة، ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي. تعالوا بقى يا شباب كده نعمل مقارنة ما بين الدولتين عشان ما نتوهش من بعض. ركزوا معايا وركزوا على الجدول ده قوي 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 عشان في تلخيص لكل اللي احنا قلناه. نعمل مقارنة ما بين عصر البطالمة وعصر الرومان في كل حاجة. نبدأ بنظام الحكم. نظام الحكم كان أيام حكم البطالمة كان ملكي مطلق. كان إيه؟ ملكي مطلق. طب الرومان كان مطلق مستبد. يبقى ده ملكي مطلق، ده مطلق مستبد. الزراعة أيام البطالمة كانت متقدمة أو تطورت. ليه؟ لأنهم أدخلوا محاصيل جديدة زي العنب والزيتون، وأدخلوا محاصيل أدوات زراعية جديدة زي الساقية، وأدخلوا سلالات جديدة من الحيوانات، واهتموا بحفر الترع والقنوات. طب بالنسبة للرومان قال لك كانت الزراعة عندهم كانوا بيزرعوا القمح لتزويد سكان روما به. طب بالنسبة للصناعة، أهم الصناعات عند البطالمة كانت الزيوت والمنسوجات والعطور. طب بالنسبة للرومان كانت الزيوت برضو وورق البردي والأدوية والزجاج. طب التجارة أيام البطالمة تقدمت بسبب إنشاء منارة الإسكندرية وفرضهم الرسوم على التجارة الخارجية. طب الرومان أصبحت الإسكندرية أهم مركز تجاري أيام الرومان. طب الثقافة اهتم البطالمة بالعلوم والثقافة. الدليل إن هم عملوا مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. طب بالنسبة للرومان برضو تقدمت الحياة الثقافية أيامهم لأن هم أنشأوا المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء. يبقى البطالمة عملوا حاجتين: مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية في العلم والثقافة، والرومان عملوا المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء. أسباب السقوط كانوا ثلاثة وهنا ثلاثة: ثورات المصريين، تدخل روما، وضعف الملوك بعد بطلميوس الثالث. رومان برضو بسبب معاناة المصريين وظهور المسيحية
والفتح الإسلامي لمصر. آخر حاجة في درسنا النهاردة هكلمكم عن دخول المسيحية في مصر واضطهاد الرومان للمسيحيين. لسه قايل لكم من شوية إن من أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية ظهور الديانة المسيحية واعتناق المصريين لهذا الدين الجديد. تعالوا أكلمكم عن الديانة المسيحية، مين اللي دخلها في مصر وإيه اللي حصل لما دخلت الديانة المسيحية مصر. أولا، دخلت الديانة المسيحية مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، منتصف القرن الأول الميلادي، على إيد قديس اسمه القديس مرقس. دخلت الديانة المسيحية مصر على يد القديس مرقس في منتصف القرن الأول الميلادي. طيب ماشي. الرومان ما رضيوش أبدا بالديانة المسيحية وقاموا باضطهادها. باضطهادها يعني إيه؟ يعني بتعذيب كل من اعتنق الديانة المسيحية. طيب، وصل أقصى درجة من درجات الاضطهاد للمسيحيين كان في عهد الإمبراطور الروماني الله يخرب بيته، كان اسمه دقلديانوس. عمل إيه؟ سمي عصره بعصر الشهداء، يعني من كتر التعذيب اللي عذبه للمسيحيين في عصره سموا عصره بعصر الشهداء. طيب ليه؟ قال لك لأنه قتل الكثير من المسيحيين زي ما أنت شايف في الصورة، ودمر الكنائس وحرق الكتب المقدسة الخاصة بالديانة المسيحية. هنا يجي سؤال يقول لك بما تفسر أطلق على عصر الإمبراطور دقلديانوس الله يخرب بيته عصر الشهداء؟ تقول لأنه قتل الكثير من المسيحيين، دمر الكنائس، حرق الكتب المقدسة. قتل، دمر، حرق. قتل المسيحيين، دمر الكنائس، حرق الكتب المقدسة. طيب ماشي. علشان كده ايه اللي حصل؟ علشان كده المسيحيين سابوا لهم الأماكن بتاعتهم وراحوا عاشوا في الصحراء وعملوا نظام جديد اسمه نظام الرهبنة. اسمه نظام رهبنة. يعني ايه؟ يعني الراهب اللي هو أصحاب الديانة المسيحية عملوا ايه؟ كانوا بياخدوا بعضهم وروحوا يبنوا ليهم أديرة زي اللي انت شايفها في الصورة دي في الصحراء، وكانت حياتهم حياة عبادة وتأمل وزهد وتقشف. يعني ايه؟ يعني كانوا بيتعبدوا ربنا وبيتأملوا في خلقه، وكانت حياتهم زهد وتقشف، يعني يدوب عايشين على أقل حاجة. طيب ماشي. أشهر الأديرة اللي اتعملت في الوقت ده دير الأنبا أنطونيوس. اسمه إيه؟ الأنبا أنطونيوس، اللي موجود في محافظة البحر الأحمر. ممكن يجي لك سؤال يقول لك بما تفسر نشأة الرهبنة في مصر؟ هنقول بسبب اضطهاد الرومان للديانة المسيحية. أهم الأديرة اللي اتعملت في مصر دي الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر. تعالوا بقى نحل شوية أسئلة على الجزئية اللي فاتت نشوف فهمنا ولا لا. أكمل العبارات الآتية مما بين القوسين: مرقس، القمح، اسكندرية، روما، مطلقا، مستبد. واحد، احتلت مدينة ايه المركز الثاني ثقافيا أيام حكم الرومان؟ أيوة فعلا مدينة الاسكندرية. بعد مدينة ايه؟ أيوة مدينة روما. كان نظام الحكم الروماني لمصر؟ أيوة مطلقا مستبدا. دخلت المسيحية مصر على يد القديس؟ أيوة مرقس. استغلت روما أرض مصر لزراعة محصول؟ أيوة فعلا القمح. بما تفسر أو أذكر سبب رحب المصريون القدماء بالفتح العربي الإسلامي لمصر سنة 641 ميلادية، اللي كنا مبسوطين بمجيء الفتح الإسلامي لمصر. الإجابة 3 كلمات: للتخلص من حكم الرومان. طب بما تفسر انهيار حكم الرومان في مصر؟ لحكم الرومان في مصر انهار؟ هنقول بسبب معاناة المصريين وظهور المسيحية والفتح الإسلامي لمصر. طيب 3، بما تفسر أطلق على عصر الإمبراطور دقلديانوس الله يخرب بيته عصر الشهداء؟ هتقول لأنه قتل الكثير من المسيحيين، دمر الكنائس، وحرق الكتب المقدسة. وبكده يا شباب أكون خلصت الدرس. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا في دروس جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.